لماذا يعني الكره الصحابة عمر بن الخطاب؟ هو ماذا فعل؟ وإضاف أحاديث كاذبة، هو ماذا فعل لي حتى أنا أكره؟ عمر كان سبب في هدم إمبراطورية كسرى، كان سبب في فتح إيران ودخول الإسلام في إيران في بلاد فارس، وكان سبب في دخول الإسلام في العراق. لذلك يكرهون خالد بن الوليد أيضا، لأن خالد هو الذي فتح العراق في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هؤلاء ملئت قلوبهم بالحقد، الرفض. الشيع الفارسي ده أدخل في قلوب كثير من شيعة العراق هذا الحقد والغل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فماذا كانوا يفعلون؟ قام هؤلاء باختلاق روايات على عمر، وقالوا طب نعمل ايه؟ عمر ده كسر ضلع الزهراء، عمر تزوج بنت الامام بالاكراه، عمر ضرب الامام وجره للبيعه كالجمل المغشوش، عمر ده منع النبي من كتابه الوصيه، عمر. وبداوا يؤلفون ويختلقون كل هذا لان عمر كان سبب في نجاه اجدادهم الذين دخلوا الاسلام في بلاد فارس.